تخيل تكون أقوى ساحر ما بين البلاد وبتهزم ملك الشياطين، وبتكون قريب من الملك وبنته، وساعة الملك أول ما بيشوف كده بيقرر إنه يقتلك عشان هو بيكون عاوز يتجوز الأميرة عشان ياخد أملاك الملك، وبيختالك وبتموت وبتروح في جسم شخص آخر. أهو دوت اللي بيحصل مع صاحبنا ليون كلاين. بس قبل ما نبدأ الحكاية أنا عاوزك تضغط على زر اللايك والاشتراك وتصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتضغط على زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. والمفروض الحكاية دي 6 فصول، يعني هعملها لكم على فيديوهين. وعاوز اقول لكم ان انا من اول ما احكي لكم الحكاية هتحسوا بالحماس من اول الحكاية الى اخرها، وانتوا عارفين ان انا مش بجيب لكم اي حكاية وخلاص، اللي انا بجيب لكم حكايات من الاخر. فيلا حط السماعات وهيا بنا نبدأ في سرد الحكاية. ما تنساش اللايك والاشتراك. حط الاغنية يا ابني. بتبدأ حكايتنا ببطلنا وهو قاعد بيحارب في ملك الشياطين. ملك الشياطين بيقول له انها النهاية يا ليون كلاين. بعد كده بيجهز ضربة عملاقة ويحدفها عليه، وليون بيجهز كرة في ايده وبيقول ذلك ما كنت سأقوله وبيحدفها عليه. بيقول يا ملك الشياطين بالفار، وبيقوي الضربة اكتر وملك الشياطين بيكون مصدوم من قوته. وبعد كده رمح من الجليد بيخترق جمجمته، وبيقول ليون كلاين إياك أن تجرؤ على الظن بأن ذلك قد انتهى. وبيموت ملك الشياطين، وليون مش بيكون عارف إنه ياخد نفسه، وبيقول لم يعد هناك أي تهديد. كده بنسمع في المجلات إن صاحبنا البطل ليون هو اللي قتل ملك الشياطين، والكل بيكون فخور بيه، وبيقولوا لقد قام الساحر العظيم ليون بهزيمة ملك الشياطين بالفار، أو هكذا اعتقدنا. نشوف شوية عيال وهم بيلعبوا، وبنعرف اللي هو ملجأ الأيتام اللي ليون اتولد فيه. بعد كده ليون بيجي وبينزل من العربية، في واحدة بتقول الأخ الأكبر ليون، وبتقول له إذا كان هو هيغادر بيقول لها أجل، وبيقول كوني طفلة جيدة وانتظريني هنا حسنا. البنت بتتبسط وبتقول له عندما تعود علمني السحر مجددا. بعد كده بنشوف ليون عند القصر الملكي، الملك بنفسه بيضيفه وبيقول السحر العظيم ليون، وبيقول له لقد كنت أنتظرك، وبيلحنه وبيقول جعلتك سموم الأمير شارك، وبيقول لقد مضت فترة. كده واحدة بتقول له لم نرك منذ وقت طويل يا سيد ليون، وبتكون ديت الأميرة سيرة بنت الملك. وبيقول ليون الأميرة سيرة لم أكن أعلم أنك هنا، وبيبص إليها، والملك بيقول لقد قمت بدعوتها من الدولة المجاورة، وبيقول أخبرتها أنك قادم إلى القصر، فقالت إنها ستأتي على الفور. ليون بيقول بالمناسبة سموك لما استدعيتني اليوم، وبيفكر بيقول في الواقع وفقا لشارك هنا، وبيقولوا اللي في كهف لسه بتطلع منه الوحوش. ليون بيصدم وبيقول لكنني بالفعل هزمت ملك الشياطين. كيف؟ الملك بيقول له أردت تكليفك بالتحقيق في الأمر، كنت أسمع أيضا عن حالات أولئك الذين دخلوا الكهف ولم يتمكنوا من العودة، وبيقول حسنا إذا كنت من سيذهب فليس هناك ما يدعو للقلق. ليون بيقول فقد كنت قادرا على هزيمة ملك الشياطين في نهاية المطاف، وبيقول صحيح لا بد أن أقضي على العوامل التي تهدد أمن وسلام الشعب، بيقول خاصة من أجل مستقبل أولئك الأطفال. رجع حلو بيقول فهمت أنني أقبل بكل احترام طلبك للتحقيق بشأن الوحوش. والملك بيقول أول ما المهمة تخلص أريدك أن تفكر بأمر الزواج من الأميرة سيرة التي تحدثنا عنه فيما مضى. الأميرة هتموت من الكسفة. بيضحك وبيقول الملك لم يتغير حقا، إن الزواج من الأميرة خطوة متسرعة للغاية. بعد كده الملك هو المساعد بتاعه وبيضل يضحك. بعد كده الملك بيقول يعرف شارك مكان الكهف، عليك أن تقضي الليلة في القصر وتهم بالانطلاق غدا، مفهوم؟ الأميرة بتقول رجاء كن حذرا سيد ليون. بعد كده تاني يوم ليون بيكون بيجهز حاجته وشارك بمساعد الملك بيقول له عذرا على إبقائك منتظرا، وبيقول يسرني العمل معك في هذا التحقيق سيد ليون. ليون بيقول له أنا كذلك يسعدني أن أعمل معك سمو الأمير شارك. رجع شارك بيشاور له على المكان وبيقول له سيد ليون إنه هنا بالداخل. ليون بيقول له لقد فهمت، دعونا نمضي بحذر. برجع بيدخلوا الكهف وبدنهم ماشيين، وليون بيقول ذلك يا له من شعور غريب.
بعد كده ليون بيقول الأمير شارك رجاء احذر، بس مرة واحدة شارك بيطعنه في بطنه، وبعد كده بينزل على الأرض وبيقول هذا سم. بعد كده بيقول الأمير شارك ما الذي تفعله؟ الأمير شارك بيقول تلك هي ساحة إعدامك الآن، وبيقول له أنت بقيت قريب من الأميرة والمفروض أنا أكون قريب منها، وأنا عاوز أقتلك عشان أخلص الموضوع زي ما يكون حادث. بيقول له ماذا؟ أنا لست مهتما بالسلطة السياسية، أنا كنت فقط أبذل قصارى جهدي لأجعل هؤلاء الأطفال. بعد كده شريك أول ما بيسمع كلمة الأطفال بيضل يضحك بطريقة هستيرية، وبيقول له هو قتل كل الأطفال، وبيقول له أشعل النار هناك في الليلة الماضية، لن يكون هناك متاعب إلا إذا كان هناك شخص يمكنه تحقيق وصيتك. بعد كده بيقول له ما الأمر؟ يمكنكم جميعا الذهاب إلى النعيم سويا بسعادة، إذا فهو أمر جيد أليس كذلك؟ ليون بيكون مصدوم من كل كلمة قالها، وبيقول أنت، وبيضل يصرخ بطريقة كبيرة. بس مرة واحدة شارك بيرميه في الحفرة، وبيقول له شكرا على مجهودك سيد بطل العتالة. وليون بيكون متعصب جامد وبيستحف اللي هو يقتله. بعد كده بيغمض عينيه، ولما بيصحى بيلاقي نفسه في الكهف. بعد شوية بتحصل معجزة، وفعلا ليون بيقدر انه هو يصحى، وبيفتكر اللي شارك عمله فيه، وبيقول لن اغفر لك ما فعلته ابدا. بعد كده بيقوم من على المية وبيقول اولا انا بحاجة لايجاد طريقة للخروج من هنا، وبيقول هذا المكان كبير للغاية. بعد كده مرة واحدة وحش بيهجم عليه، والوحش دوت بيكون على هيئة كلب. بعد كده بيقول وحش كلا لم أرى ذلك شيء من قبل، وبيعمل تعويذة وبيقضي عليه، وبيبان عليه ان هو متعصب. وبعد كده بتجيله روح قدامه وبتقول مهمة سرية استراتيجية للانتقال اللانهائي، وبيكون مكتوب 1 من 1,000,000. وبيقول ما هذا؟ وحش تاني بيهجم عليه وبيقول أنت. بعد كده بيقتله على طول، وبياخد باله من حاجة، انه كل ما يقتل وحوش كل ما الرقم بيزيد، وبيكون لازم انه يقتل 1,000,000 وحش. وبيقول مهما كان الأمر أحتاج إلى العثور على مخرج أولا. بعد كده هو بيدور بيلاقي جثث كتيرة من الموجودين هنا، وبيقول هل هؤلاء هم البشر المفقودون؟ بعد كده بينزل على ركبته وبيقول لا يمكن الموت هنا وحسب. بيقدر انه هو يقتل في الوحوش، وبعد كده بيقدر انه هو يوصل ل10,000، وبتعدي السنوات وبيكون ليون هو بيقتل في الوحوش عشان يوصل لل1,000,000، وبيخرج من المكان دوت، وبيقدر انه يقتل في الوحوش وبيوصل ل100,000. وبيقول انه هو اتعلم خاصية جديدة، والخاصية دي اسمها السحر الأسود. بسبب الخاصية ديت بيقدر انه هو يقتل كتير من الوحوش، وبعد كده وبعد عناء طويل بيعرف ان هو يوصل لل1,000,000 وحش. بعد كده النظام بيقوله تهانيا لقد اكمل المهمة السرية، وبيلاقي مرة واحدة بوابة اتفتحت قدامه، وبيقول ما هذه البوابة الغريبة؟ بعد كده نور كبير بيجي على وشه، وبيلاقي نفسه في نافورة. بعد كده بيقوم وبياخد باله من حاجة، ان انعكاسه في المية مش نفس الشكل اللي بتاعه، وبيقول من هذا؟ بعد كده بيلاقي نفسه قدام مدرسة كبيرة، وبيقول في سره أين أنا؟ بعد كده شخص بيقول يبدو أنك لم تفقد شوقك بعد، وبيقول أنك جيد كما لو كنت كيس ملاكمة يا كروبان. ليون بيقول كروبان أتقصدني؟ من أنتم يا رفاق؟ الواد بيقول له أنت توقف عن التحدث بالهراء، وبيمسك شعره وبيقول إذا كنت لا تزال شبه نائم فلا بد أنك تستيقظ الحال. بعد كده ليون بيحاول انه يدافع عن نفسه وبيعمل جدار من الماء، وبيقول درع الفيضان، ومرة واحدة الواد بيترمي بعيد، وبيقول هل قام بذلك للتو؟ وبيقول كلا هذا غير ممكن، وبيقول تسك أيا يكن لنذهب يا رفاق. بعد كده كل عيال بيفعلوا وضع اجري يا حمد وبيجروا. بعد كده ليون بيقول كيز عما يتحدث، وبعد كده صوت غريب بيقول لقد أطلقت تلك القوة الكبيرة على الرغم من أن سحرك مقيد. وبيقول كما هو متوقع منك ليون سامة. ليون بيقول ما هذا الضوء الغريب؟ والضوء بيقول بدلا من ذلك دعنا نذهب ونتحدث هناك. بعد كده بيروح على المكان، والضوء بيقول لابد أن يكون الأمر على ما يرام الآن بعدما قطعنا تلك المسافة إلى هنا. بعد كده الضوء بيتحول لطفلة صغيرة، وبتجري عليه وبتحضنه وبتقول ليون ساما لقد التقينا أخيرا. ليون بيمسكها وبيقول من تكونين حقا؟ لو كنت عارفة اللي بيحصل فقوليلي. هيكل بتقول آسفة إنني لونا، وأنا أكون مبعوثة الحكام.
ليون بيقول مبعوثة الحكام، والبنت بتقول أجل الأمر ببساطة أنني مرشدة الموتى، وبتقول أنت مت أول ما وقعت في الحفرة، وبتقول العالم دوت مختلف عن العالم اللي أنت كنت فيه، بتقول ان انت انتقلت لجسد شخص اخر بسبب قوة الحاكمة، وبتقول له هل أداة الآن؟ وبيقول لها أجل على الرغم من ذلك ما زلت أشعر بأنني أتوهم. بتقول له أعتذر، من المستحيل ألا تكون مشوشا. ليون بيقول لا بأس، لقد أدركت الوضع بالفعل. وبيقول ولكن لما قامت الحاكمة سيادتك بنقلي إلى هذا العالم؟ بعد كده بتقول ذلك وبتفتح بوابة غريبة للعالم بتاعهم. وليون بينصدم من كبر البوابة، ولونا بتقول له يا له من توقيت مثالي، تعالى دعني أجيب على سؤالك. وبيكون ليون مستغرب على الآخر، وليون أول ما بيخش بيكون حرفيا مصدوم، وبيقول ذلك لا شك في ذلك. وبيقول إنهم الوحوش الذين كانوا تحت إمارة الملك الشياطين بالفار، والوحش بيهاجمه وبيعمل درع. وبيقول لقد استغرقني الأمر 3 أيام لهزيمة في هذا العالم الأصلي، ولكن لا أملك خيارا سيد ليون. وبيقول لا مفر. كلنا بتقوله سيد ليون إذا استخدمت ذلك السحر فسيكون الأمر في غاية السهولة. وبيقول ذلك السحر بيكون قصده على خاصية السحر الأسود. بعد كده بيقرر فعلا إن هو يستخدمه، ولما بيجي يستعمله بيكون في هالة كبيرة طالعة منه، وبعد كده بيجي يستعمله وبيقول خاصية السحر الأسود، بس بياخد باله الحاجز اختفى أول ما جرب يعملها. بعد كده بيقول مع هذا وبيستخدم شخصية وبيقول المخالب المميتة، وحرفيا أول ما بيستعملها راس الوحش بيتقطع وبينزل على الأرض ميت. حرفيا تقنية السحر الأسود سحقت الوحش، والتي ليون بتقول لقد فعلتها ليون سما. بعد كده ليون بيقول تلك حقا قوة هائلة، وبيدنه يفكر شويتين. لونا بتقول له كما هو متوقع من ليون سما، وبيقول لها اللي انت مش عملت الموضوع دوت من الأول وقلتيلي. وبيقول أنا فهمت الوضع، سيأتي ملك الشياطين بالفار إلى هذا العالم أيضا صحيح. وبيقول أنا محق. لونا بتقول تم تشكيل البوابة السابقة أيضا بسبب تأثير ملك الشياطين، وبتقول إذا تركت البوابة فهذا العالم قد ينتهي به الأمر مدمرا من قبل تلك الوحوش. وليون بيقول أرى ذلك، لهذا السبب عينتك الحاكمة لتكوني مرشدتي وتقودني إلى هذا العالم. بعد كده ليون بيقول مع ذلك لما بالفار، وبعد كده بياخد باله من العالم وبيقول ما هذا الشعار، وبيقول هل يمكن أن يكون في هذا العالم أيضا. بعد كده دي بدها إنها ترتعش. بعد كده البنت بتاخد بالها من حاجة وبتقول ليون ساما رجاء اعذرني، وبتكون في بنت طالعة عشان كده اختفت. بعد كده بتمشي ناحية ليون وبتقول أنت هناك. بعد كده البنت بتقول له أتسمح لي بلحظة من وقتك؟ بتقول هل ظهرت بوابة بالقرب من هنا؟ بعد كده لونا بتقول له ليون ساما أشعر بأنها سبب المتاعب فقط، تصرف وكأنك لا تعلم. ليون بيقول ذلك صوت لونا، وبعد كده بيقول للبنت كلا لم أرى أي بوابة. بعد كده البنت بتقول له هذا صحيح، أكاد أقسم بأنني أشعرت بوجودها، لكن بعد كده بتاخد بالها من حاجة وبتقول لست الطالب الذي كان متورطا مع أولئك الجانحين منذ قليل. وبيقول ذلك، والبنت بتقول له اعتذر عن هذا، وبتقول لقد حاولت إيقافهم لكن تأخرت كثيرا في إدراك ذلك. وليون بيقول لها لا بأس، إنه ليس شيئا ينبغي عليك الاعتذار بشأنه. بعد كده بيقول في سر وعوضا عن كونها صادقة فإنها تبدو وكأنها فتاة مهذبة للغاية. والبنت بتقول له طالما انت مش شفت البوابة فأنا هروح عند مساكن الطلاب. بعد كده لونا بتظهر وبتقول تلك الفتاة كانت مدهشة بالنظر إلى أنها تمكنت من شعور بوجود البوابة، وذلك تطور بكل بساطة كما تعلم. وبتقول لقد أثرت اهتمامها كما لو كنا في لعبة. وليون بعد كده بيقول لها لم أفهم. بعد كده بنروح عند مساكن الطلاب، بالذات أوضة ليون اللي هو بيكون معلق شوية كلام في الحيطة، ويقول لقد فهمت الآن، لابد أن تلك الفتاة منذ قليل كانت حالة استثنائية. هذه كده لونا بتقول ما مشكلتهم، لم قد يكتبون مثل تلك الأشياء البذيئة. ليون بيقول لها الفتى كروبان أليس كذلك؟ يبدو أنه كان يمر بوقت عصيب. بعد كده بيقول بالمناسبة ويود أن أسألك سؤال، ما خطب تلك المدرسة؟ وبيقول ذلك الشعار هو نفسه الذي كان على ثياب شرق. البنت بتقول له لسوء الحظ لا أعلم، وبتقول له لقد كنت أختلس النظر في هذا العالم الأرشادك، ومع ذلك
لم أتمكن من رؤية الأمير على الإطلاق. اللي هي كانت بتبص في العالم دوت عشان تعرف بس ترشدك، وإنها يا دوبك عرفت شوية معلومات. بعد كده ليون بيقول أرى ذلك والتحقيق في الأمر، وبيقول في تلك الحالة بشأن الطريقة التي تعمل بها هذه الأكاديمية، حتى لو وضعت أمر شرك جانبا، لكنني لن أنسى أبدا ما فعله. بعد كده بيروح يستشاره عشان يروح المدرسة، وبيقول حسنا هذا هو سيفي بالغرض، وبتقول له تبدو رائعا حقا بعد حلقتك. بعد كده بيروح على المدرسة والكل بيقعد يبص عليه، وبيكون بعد الحلاقة بيكون شكله أسطوري، وبيقول لا يوجد سوى القليل من الأشياء التي أعرفها عن هذا العالم. وبيقول مستوى التهديد بيوصل من الأبيض إلى الأحمر، وبيقول الناس اللي بيقتلوا الوحوش هنا اسمهم صيادون أو المستكشفون بشكل أصح. وبيقول الأكاديمية ديت تدرب المستكشفين. بعد كده بيشوف البت اللي هو كان شافها امبارح وهي بتعمل تقنية اسمها الرمح الثلجي، وبنعرف ان اسمها ميكوتو رئيسة مجلس الطلاب. بعد كده ليون بيقولوا الآن حان الوقت للتحقق منه. بعد كده الواد اللي كان قبله امبارح بيقول له كروبان ذلك الشخص من الأمس، وبيقول له اللي هو عاوز ياكل الخبز. ليون بيقول له إذا لا يجب أن تذهب لتناول بعضا منه. بعد كده الواد بيتعصب وبيقول أيها اللقيط أنت تتصرف بغطرسة منذ الأمس، بس يضربوا بعض بالسحر إلا والبت بتطلع اللي هي ميكوتو وبتوقفهم في الفور. بس الاتنين بيحاربوا بعض تاني، والواد بيقول اللي هو ليون يعني يلا الإزعاج خاصية السحر الأسود، وبيعمل تقنية اسمها مستهلك الظلام، وبتوقف التقنية بتاعت الواد دي في كل سهولة حرفيا ولا كأن لعبة قدامه. والواد حرفيا بعد ما الضربة بتاعته بتتصد بيكون مصدوم على الآخر. وليون بعدها بيقول إذا سأذهب الآن. الواد بيقول له أنت انتظر. البنت بتقول بحق السماء بعد المدرسة رسالة من الواد، وبيقول له تعالى إلى ساحة التدريب. ولونا بتقول لي ليون سامع لما لا تجهله وحسب. ليون بيقول لها كلا سأفعل كما قال. بعد كده في ساحة التدريب الواد بيقول ليون يبدو أنك أتيت بالفعل، وبيقول كروبان ما كان ذلك الذي فعلته سابقا. وليون بيقول من يدري، وبيقول القتال هيبقى بيني وبينك يا كروبان، وبيقول لا لازم أنا أعلمك درس. ليون بيقول لو أنا كسبت أنت هتبطل تزعجني. والواد بيضحك بطريقة هستيرية وبيقول بجدية ماذا حدث لك. وبعد كده ليون بيقول له كفى حديثا. الواد بيقول له حسنا لنبدأ القتال. بعد كده بيطلق العيال عليه وبيقول له اقضوا عليه، وكل واحد بيعمل سحر مختلف. والواد بيضحك وبيقول سيء للغاية لقد كسبت في القتال بيني وبينك فحسب. ليون بيقول له حسنا لقد علمت بأنك كنت تفعلها، وبيعمل تقنية السحر الأسود، وبيعمل تقنية اسمها مرآة الدفاع. والاتنين أول ما بيجي يضربوه بيروحوا على الحيطة على طول. الواد بيقول ماذا بحق الجحيم. ليون بيقول له أعتذر لكنني لن أسمح لنفسي بالخداع بالهجوم مباغتة مجددا. وبيقول وكذلك لا أخطط لمسحهم أي شخص يحاول القيام بذلك. كده بتنتهي معانا أول 3 فصول من حكاية ليون، وأتمنى تكون الحكاية عجبتكم عشان أنزل منها كل مرة، أو قصدي يعني ال3 فصول التانيين. وبس قبل ما اطول عليكم عاوز تضغطوا على زر اللايك والاشتراك وتصلوا على سيدنا محمد. ويلا كده اكون خلصت كلامي وسلام.